السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد الجميل، أهلا بيك في برنامج لعيب مع أحمد الغريب. حلقتنا النهاردة برعاية أفريكا ستور كفر الشيخ. أيا كان كنت بتشجع فرنسا، كنت بتشجع الأرجنتين، أو كنت محايد، فأنا بحبك. لو أنت كمان بتحبني انزل اعمل اللايك واشترك في القناة عشان نوصل 1000 لعيب. نهائي الحلم، اعظم نهائي كاس عالم في التاريخ لاعظم نسخه كاس عالم في التاريخ. لسان حال كل مشجعين الكوره بعد نهايه كاس العالم، امان عليك يا ليل طول وهات كاس العالم من الاول. قبل ما نتكلم عن النهائي الاسطوري ككوره، نتكلم شويه كده عن شعوب البلدين اللي لعبوا النهائي. فشعب الارجنتين هو اكتر شعب يستحق يفوز بكاس العالم. الشغف والحب والجنون اللي بيشجعوا بيه ما كانش ينفع يستنى اكتر من كده. البلد اللي بتمتلك افضل جماهير في العالم، جمهور البوكا وجمهور الريفر، الناس اللي بتحب الكوره ومجانين بيها في بيونس ايرس وكورتوبا وروزاريو. ما كانوش عارفين يطلعوا من حلم مارادونا لحد ما جه ميسي واهدى لهم قبلة الحياه. الشعب اللي بيعتبر مارادونا اهم شخص في تاريخ الارجنتين، مش اهم لاعب ولا رياضي. اخيرا اعترفوا بميسي كاسطوره بعد كل اللي عمله في مسيرته. الشعب كان يستحق يفرح وكان متعلم الخير على ارض الخير قطر. اما فرنسا بقى فما قدروش يحققوا اي حاجه في تاريخهم في كاس العالم قبل 98، لانهم في 98 كانوا اول مره في تاريخهم يعرفوا قيمه المهاجرين العرب والافارقه ويدوهم حقهم في المنتخب. وقدروا وقتها يحققوا كاس العالم بقياده زيدان وديساي وفييرا وتورام اللي كلهم من اصول افريقيا. وتكرر الانجاز تاني في 2018 ب 13 لعيب من اصول افريقيا. ودلوقتي بيوصلوا للمره الثانيه على التوالي لنهائي كاس العالم بتشكيله معظمها افارقه. انا عن نفسي بحب منتخب فرنسا اللي بيظهر ان فرنسا من غير العرب والافارقه ما يسووش حاجه. اننا كافارقه نقدر نسيطر على العالم بس تتهيأ لنا الظروف المناسبه. فلو اتكلمنا كوره فده ما كانش نهائي، ده كان مهرجان متعه وجمال وروعه واهداف وتكتيك وجرينتا ووقت اضافي وركلات ترجيح. مبابي بيسجل الهاتريك ويبقى التاني لاعب في تاريخ نهائي كاس العالم يسجل هاتريك بعد جويف لاعب انجلترا في نهائي 66. وميسي وصل للهدف السابع وقدم اداء اسطوري في البطوله وصله انه يكون احسن لاعب في البطوله. مارتينيز ولوريس قدموا اداء اسطوري رغم ان كل واحد فيهم جاب في مرماه 3 اهداف. تعال بقى استعرض معاك تشكيله الفرقتين في الماتش الاسطوري ده. الارجنتين اللي بدات بحراسه المرمى مارتينيز اللي فرض نفسه كافضل حارس في البطوله. من اليمين للشمال مولينا، روميرو، وتاميندي، وتاليافيكو. في نص الملعب ديبول وانزو فرنانديز افضل لاعب شاب في البطوله، وماكاليست. قدامهم الاسطوره ميسي والساحر دي ماريا وجوهره السيتي جوليان الفاريز. قدموا شوط اول تاريخي وسجلوا هدفين، الاول من ميسي بضربه جزاء اتسبب فيها دي ماريا بعد ما فسح ديمبلي على الخط، لكن ما كانوش يعرفوا ايه اللي هيحصل لهم في الشوط الثاني من منتخب فرنسا وخصوصا امبابي. منتخب فرنسا اللي بدأ بتشكيله مكونه من حراسه المرمى هوجو لوريس، خط الدفاع كوندي، فاران، اوباميكانو، وهرنانديز، نص تشاوميني ورابيو، وقدامهم ديمبلي، جريزمان، والسوبر امبابي. الهجوم الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا اوليفي جيرو الحاضر الغائب في الماتش ده. نقطه تحول المباراه هي كانت خروج دي ماريا ونزول اكونيا في الدقيقه 64 اللي كان عامل قلق لفرنسا، رغم ان عارف انه ما كانش هيقدر يكمل 90 دقيقه، لكن نزول لاعب زي اكونيا اثر على اداء الارجنتين ورجع فرنسا المباراه تاني. وتغييرات دي شاف في الدقيقه 41 بخروج اوليفي جيرو وعثمان ديمبلي، وفي الدقيقه 71 دخول كامافينجا وكومان مكان تيو هرنانديز وانطوان جريزمان. التغييرات اللي قدرت تغير شكل المباراه وترجع فرنسا الماتش تاني. الاسطوره القادمه خليفه كريستيانو رونالدو وكيليان امبابي يسجل هدفين في الدقيقه 80 و81 عشان يوصلنا للاشواط الاضافيه اللي كانت امتع من 90 دقيقه بكتير. ميسي سجل الهدف الثالث في الدقيقه 108 وكله قال اخيرا ابتسمت للتنك، لكن القدر كان مخبلنا متعه اكتر واكتر، وقدر امبابي في الدقيقه 118 يسجل الهدف الثالث اللي خلاه يبقى هداف البطوله برصيد 8 اهداف ويفض الشراكه مع ميسي. كنا على وشك ريمونتادا تاريخيه بفرصه كولو في الدقيقه الاخيره، لكن مارتينيز يتالق بتصدي اعجازي ويروح بالارجنتين لركلات الترجيح اللي ابتسمت لميسي وزمايله بعد ما ضيع تشاوميني وكومان وسجل مونتييل للضربه الاخيره، ويفوز ميسي والارجنتين بافضل نسخه كاس عالم في التاريخ.
ويطلق الافراح في الارجنتين، الشعب اللي استنى البطولة دي من 36 سنة. اليوم ده 18/12 العيد الوطني لدولة قطر، واللي احتمال في السنين اللي جاية يكون عيد وطني للارجنتين كمان. وينام كل ارجنتيني بعد اسعد ليلة عاشوها من 36 سنة. لاعيبة الارجنتين طلعت في اتوبيس مكشوف واحتفلت في شوارع الدوحة وكأنها شوارع الارجنتين. ما تنساش بقى تشترك في القناة وتعمل اللايك الجميل وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام يا لعيبة.